السلام عليكم متابعين قناة خياطة تيفي في حلقة جديدة وفيديو جديد في قناتي. طبعا قناة خياطة تيفي كل يوم نجيكم فيديو جديد. اليوم الفيديو مختلف فيه إفادة ليكم. شوفوا غادي نحتاجوا في هذا الفيديو المصفف الشعر. غتقولوا ليش غادي نديروا بيه مصفف الشعر؟ هذا المهمة تاعه انه هذا المطرح اللي راه هاود غادي يطلعه ويولي المطرح تاعنا جاي ستريت. هذاك النفخ اللي راه مهود غادي يعاود يطلع ويولي للشكل تاعه الاول والاصلي. شوفوا اعزائي وعزيزاتي، تبعوني خطوه بخطوه. انا هاد المطارح هنا كانوا كبار، قسمتهم نقصت منهم شويه وجبت السيشوار تاعي درجه الحراره عاليه وبديت نفوت كيما راكم تشوفوا فوق القماش. راه واضح انه راه ينتفخ. تبعوا معايا. انا جيت للحواف تانيك، شوفوا كي راهم يطلعوا الحواشي ولا القناة ولا نتوما تسموهم. مهم الحواف تاع المطرح تانيك نبدا ندير بهذه الطريقه كيما راه واضح امامكم. شوفوا الفرق وكي راه يطلع المطرح راه ينتفخ. وما تخافوش من بعد ما يعاودش يهود زعما يهود، يقعد شاد هذيك لا فورم تاعه. باش يشد هذيك لا فورم تاعه لازم تغلفوه بالقماش وتزيروا عليه. عزيزتي المتابعين، شوفوا كي خرجوا شابين هنا بعد ما غلفتهم. طبعا نتوما تاني غلفوهم عفوا، لكن كي تبغوا تغلفوهم القماش نقصوا منه. لازم نديروا قماش يعني تخيطوا بيديكم ماشي بمكانة الخياطة. شوفوا انا هنا كي راني مخيطه بيدي، تقولوا لي علاش؟ باش شوفوا كي راه مزير. شوفوا مكاش هذاك لو سباس الكبير. شوفوا كي راه مزير الكتان فوق هذاك البونش، لازم يكون مزير غاية باش يشد هاد لا فورم، باش يبقى هكا ستريت. هذا كان قصدي ستريت يعني مستقيمين، ماشي هكا مدودانين ولا مهودين. شوفوا ما شاء الله، الله يبارك، ولاو وكأنهم اجدد، وكأنهم ما خربناش فيهم. مهم الآن نتمنى تكونوا استفاديتوا من الفيديو. يعني غير نقول لكم ما تنسوش دعمي بالمشاركة مع الأصدقاء واشتراك وإعجاب. علي غير نقول لكم كما العادة دعواتكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه في فيديو جديد آخر تعليمي إن شاء الله. سلام.